مستحيل صارت هذه في تونس كامله أن مدير معهد ولا مدير مدرسة ولا مدير جامعة يمنع تلميذ أو طالب يمنع من تسليم الشهادة الوطنية. الثامر الميلادي مواطن من جرجيس، ولي التلميذة انتصار الميلادي وهي من الأوائل في معهد 2 مارس، معدلها في البكالوريا 15.50 والمعدل السنوي 16.97. بنتي الأولى هي وزميلتها بالتساوي، كل واحدة عندها معدل 16.97. المعهد أسند الجائزة للتلميذة الأخرى وبنتي ما أسندلهاش الجائزة. احتجت بنتي على الفيسبوك وطالبت بالعدل وبإسناد الجائزة، إلا أن المدير كافأها عوض أن يصلح الخطأ متاعها. امتنع اليوم 12 جويلية على تسليمها شهادة البكالوريا، وأقسم أن مش باش يسلمها لها أبدا. مشيت مصحوبة ببنتي وحضرت إذاعة تطاوين وزملائها في المعهد وجملة من المواطنين، وترجوها أن يسلم لها شهادة البكالوريا لأنها مربوطة بالتسجيل خارج تونس باش تقرأ، إلا أن المدير المعهد امتنع نهائيا عن تسليم شهادة البكالوريا. اتصلت بالمندوبية وكلفت محامي، وإن شاء الله باش نتبع الإجراءات القانونية، ونطالب أني السيد مندوب الجهوي للتربية باتخاذ الإجراء اللازم، والسيد وزير التربية بالتدخل العاجل لرفع المظلمة هذه عن بنتي لأنها تبكي وانهارت نفسيا. وإن شاء الله في القريب العاجل يأخذوا لي حق بنتي ويسلموا لها شهادتها، وهذا إجراء قانوني وحقها أنها تتخذ الشهادة. ويا حسرة كيف وصلنا توا أن التلميذ المتميز ما ياخذ شهادته، ونطالب الجميع أن يوقفوا معي في المشكل هذا. أنا بصراحة ما حبيت نعمل حتى ردة فعل، لأن المعهد هكا أنا قريت فيه وأولادي كل قروا فيه، وعندي بنتي طبيبة قريت فيه، ومرتي معلمة قريت فيه. حبيت احتراما للمؤسسة كلمت نقابة التعليم الثانوي زملائه، قلت لهم تعالوا نشوفوا معاه. جو اتصلوا بي، حلف لهم بالحرام لا رتها شهادة البكالوريا. جي مدير معهد آخر ما اتصل به قال ماهيش باش نعطيها لها. جميع الوساطات استنفذت، وهو حق مكتسب بنتي أنها تاخذ شهادتها. مستحيل كان وصلناه أنا ولا بنتي بحاجة، إلا أن في سبيل العنطرية مش عارفة كيفاش، الله أعلم شنو هي خلفياتها، مش عارفها. وانا بنتي متاكد انها المستقيم تاعها الفيسبوك مازال موجود، ردات فعلها محسوبه، ما فيه حتى اساءه. ونداء نوجه عاجل للسيد وزير التربية أن يسمع الحادثة هذه وأن ياخذ فيها تحقيق. وإذا كان بنتي غلطة ولا أني غلط نتحمل مسؤوليتي، وإذا كان هو غلط يتحمل مسؤوليته، والقانون ياخذ مجراه.